داخل على امتحانات قريب وخايف وقلقان ومتوتر وحاسس ان انت مضغوط جدا، عندك امتحانات سواء انت طالب في ثانويه سواء انت طالبه في كليه، الكلام ده كله، او انت داخل على شهاده ايا يكن الشهاده ايه. صدقني اقول لك النهارده شويه معلومات كده ان شاء الله تفيدك وخلي بالك. اهم حاجه انت ذاكر، اعمل اللي عليك، النتيجه دي بتاعت ربنا. اوعى تزعل، اوعى تزعل حتى من النتيجه. بما انك اجتهدت توكل على الله فهو حاسبه، سيب النتيجه دي على ربنا بما انك عملت اللي عليك. النقطه كمان المهمه اللي اقول لك بعض الارشادات كده، اهم حاجه اوعى تذاكر بعد ما تكون لسه واكل، يعني ما تاكلش وتروح تذاكر فطبيعي الدم بيروح المعده، لا ده وقت تقول لي انا مش قادر انا مش مركز، طبيعي مش هتركز. فلو انت عايز تاكل حاجه تملى بس يعني تملى معدتك، كل طبق سلطه وحط في السلطه دي تفاحه وابدا ذاكر، ده مش هيتقل لك قوي معدتك وهيخليك تركز على انك تذاكر كويس والحصيله بتاعتك كويسه. كل ربع ساعه اعاد اقف افصل. ما تذاكرش النهارده مثلا عندي فيزياء وكيمياء ورياضيات مثلا فتذاكر الثلاث مواد ورا بعض، لا، لازم تفصل على